وصلنا للقسم الأخير من البرنامج، يعني دخلنا أو قربنا ندخل بأجواء الخطر والسسبنس. بطلب من محمد علي المعروف بميزو يتفضل على المسرح. ميزو يا ميزو. كوكي يا كوكي. والله رح اشتاق لك ورح اشتاق لكل المشتركين. حاسس هلا توحشينا والله. عن جد بعرف هالمحبة يمكن الناس ما شافوها كتير من خلال الشاشة، وأنا ما عشنا أشواق كتير حلوة بالكواليس. ميزو، حاسس برهبة الموقف؟ لا والله انا حاسس ان انا خلاص انا اتعودت على الموقف وبقيت يعني بضحك ومبسوط جدا، فاي حد فينا كسبان يعني نوصل لغايه المرحله دي طبعا، وان شاء الله ربنا يعني يوفقنا كلنا إن شاء الله يا رب، وأكيد كلكم رح تتوفقوا إن شاء الله. شو رأيك أنا وياك نستقبل على المسرح زميلك وصديقك مين؟ اخويا تركي طبعا. تركي، يلا نستقبل تركي. تفضل. تركي يا تركي، سلام سلام سلام، مساء النور. تركي، لمين رح تشتاق أكثر شيء بالبرنامج؟ كارلا حداد. حبيبي. وكيف أعصابك قبل صدور النتائج النهائية؟ لا زي ما قال ميزو، ربنا وفقنا كلنا واحنا عملنا اللي علينا واجتهدنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا باذن الله. ان شاء الله. والان يتفضل الديو الوحيد يلي وصل للنهائيات، الديو اللبناني محمد فؤاني وعلي منصور. محمد وعلي، عيوني، يعني كل المشاهد اللي قدمتوها كانت بتجنن فعلا. بس خبروني كيف رح تتقاسموا هالتروفي بحال ربحتوا؟ شوي يا خيي عبوش. يوم عنده يوم عندي يعني. كيف يعني؟ اول شيء انا بعتبر انه مجرد ما وصلنا لهيدي المرحله اكيد ربحنا، بغض النظر طلعنا اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع. وبدي اقول شغله، انا بوجه تحيه كثير كبيره لاهلي يلي من اول نهار لاخر النهار هن معي، وانا بقول انه لو ما هني انا ما كنت وصلت لهيدا اليوم، فبتشكركم كثير كثير كثير. ونحن كمان بنتشكر تشجيعهم لإلكم. علي، بتحب تضيف شيء؟ أنا كمان بدي أقول مثل ما قال محمد إنه نحن وصولنا لهون هو بحد ذاته فوز وربح، وزائد هيك نحن كسبنا خبرة زيادة، تجربة كتير مهمة، تعرفنا على شباب طيبة مش عم جامل أبدا. وكمان بدي أشكر باتريسيا نمور يلي تعبت كتير معنا والأستاذ شرب العون، وبقول لهم ميرسي كتير، وبدنا نذكر الجري أكيد. أكيد كل فريق العمل مشكور على الجهود اللي قاموا فيها. وهلا أيضا رح نستقبل على المسرح مينا نادر، الكوميدي الرابع اللي وصل للحلقة النهائية. مينا، ازيك يا مينا؟ زي الفل الحمد لله. شو في ورا هالابتسامة يا مينا؟ انا مبسوط ان انا لابس كرافته. ايه دخلك بولا دور شفتك بكرافتها اول مرة؟ ما انا ما بحبها يعني، اول مبسوط ان انا لابسها. مبسوط. طيب ان شاء الله تضلك مبسوط دايما يا مينا. يا رب. بزقفة كتير كبيرة رح نزقف بعد مرة للكوميديين الأربعة، ميزو، محمود تركي، الثنائي محمد فؤاني وعلي منصور ومينا. هن البداية الليلة وهن الختام، هن يلي صمدوا وهن يلي استحقوا يكونوا بهالسهرة الكبيرة. أنا النتيجة صارت بين إيدي، رح أبعد شوي عن ميزو لحتى ما ينقل وما يشوف. هالمرة رح تكون النتيجة معكوسة. رح نبلش بالمرتبة الرابعة، 4 كوميديين، واحد منهم رح يحتل المرتبة الرابعة. مين قولتكن؟ جمع معدل أوطى من الكوميديين الثلاثة، محمد فؤاني وعلي منصور بتحتلوا المرتبة الرابعة مع 8.3. أكيد منهني محمد وعلي على كل المشاهد الكوميدية اللي قدموها خلال هال3 أشهر، مشكورين على جهودهم. 3 مراتب، كل مرتبة من نصيب حدا منكن، يا ميزو ويا تركي ويا مينا.
بالمرتبة الثالثة قلوب الشباب عم بتدق، ولكن روح رياضية وصداقة انخلقت بهالبرنامج خلال هالأشهر. اللي احتل المرتبة الثالثة جمع معدل 8.4. المرتبة الثالثة لمين راحت؟ رح يروح قلبهم قبل ما نقول الاسم. بالمرتبة الثالثة محمد علي ميزو. وهلأ قبل ما نكمل يا مينا ويا تركي، بدنا نروح عند هنيدي يلي محضر مفاجأة بده يعلن عنها، بتهم الكوميديين واكيد المشاهدين رح ينبسطوا. والله هم يعني المفاجأة الأولى إن أنا شفت الشباب وتعرفت عليهم في البرنامج دوت، وإن أنا فرحان بيهم كلهم للأمانة. يعني كله تقريبا موهوب على درجة عالية، حتى اللي خرجوا كانوا موهوبين على فكرة. ولكن المفاجأة الثانية إن وإحنا شغالين في البرنامج أنا كنت بشتغل على الفيلم الجديد، فأنا هتشرف إن الشباب هيبقوا معايا في الفيلم الجديد. يعني فرصة إن شاء الله، فرصة عن جد ذهبية لا إن شاء الله، تعوض. إن شاء الله، وأدوار حلوة تليق بيهم، ومعانا فريدة كمان الصغيرة. خير، إن شاء الله، حلو. إن شاء الله. يعني هيدي فرصة عن جد ذهبية ولا يعني لا هم تقدر. هم يستاهلوها الأمانة، وربنا يقدرنا يعني نقف جنبهم كمان وكمان. ان شاء الله يا رب. شكراً. لكن كلكم فايزين لهلا، ارتحتوا. يعني هلا تركي ومينا خفت دقات قلبهم ولا زادت؟ شو يا مينا؟ بالميكرو نسي يستعمل الميكرو. خفت. يعني طبعا خبر زي ده حلو جدا، بس الانسان بطبعه طماع يعني الانسان بطبعه طماع. شو تركي؟ شو هالضحكة؟ مرتاح؟ الانسان بطبعه طماع. طيب هلا في جايزة بدنا نسلمها. في لقب وفي تروفي. مينا وتركي. يعني مينا شفناه بمشاهد بشخصيات عديدة حبيناها، بالبائع، بالجيم، بتذكر مشاهد كتير حلوة، بطبيب التجميل. شو يا سيرين؟ أنا قبل ما تقول النتيجة ونطلع كلنا على المسرح وهالقد تكون مبسوطين، أنا بس بدي أقول للمشاهدين رمضان كريم، يومين بس وبيجي رمضان. بحب إني أعيدهم من قلبي ويكون شهر كريم على الجميع، للأمة العربية جميعا ولكل الموجودين، وأكيد أستاذ هنيدي نفس الشيء. أستاذ حسن شو الكلمة الأخيرة اللي بتحب تقولها؟ بحب اقول لهم كلهم الشابين الحلوين دول، وميزو وتركي ومينا، كلكم احلى من بعض والله، ودمكم خفيف. وانا لو عندي فيلم انا كمان اخدكم في حضني في الفيلم ده. والله وانا فرحان بيهم والله، وكل سنه وانتم طيبين، والمشاهدين كمان كل سنه وهم طيبين.